ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة عطل جديد في تلفزيون توشيبا يا جماعة. التلفزيون ده صاحبه جايبه على أساس إن في مشكلة في الصوت بيبدأ منخفض وبعد ساعة أو ساعتين بيعلى مرة واحدة لوحده. ده الموديل اللي احنا هنشتغل فيه زي ما احنا شايفين، لكن لما أنا شغلت الجهاز لقيت فيه عطل كمان. طبعا شايفين في اليمة دي يا جماعة الخط الأبيض اللي في الجنب ده، طبعا ده معروف إن هو فيرت. هيجيبولكم اللمة التانية أوضح حالا، خليكم معايا. طبعا بخلاف عيب الصوت اللي كان بيقول عليه، في عيب الفيرت اللي في الجنب ده برضه هنضيعه له. هوريكم العلاج ازاي وايه المشكله ونعمل فيها ايه. طبعا كل ده هعمل لكم الملخص بتاعه، مش هتعبك معايا ومش هدوخك في وسط الدوائر، خليك معايا. طبعا انا فتحت الجهاز زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، جهاز متبهدل بهدله جميله من جوه. طبعا كل الاجهزه كده، مش ده بس لوحده. وانا هنضف عشان نقدر نشوف هنشتغل في ايه. خليكم معايا دقيقه وارجع لكم تاني. يا جماعه انا رجعت بعد ما فكيت الجهاز ان شاء الله. ده الفيرت، اصل فيرتا اللي هنا على التبريد ده السلك بتاعها، وفي فيرت جوه. يعني رجاء من اي صناعي او اي واحد بيشغل في جهازه، اول ما اخش مش هغير المكثف بس اللي عامل مشكله، لا انا عندي المكثف ده قيمته 135 اغيره ب 150. وعندي الثلاث مكثفات دول جنب بعض اهم، هغيرهم برضو. ده 470 35 وده 135 خليها 150 برضو. وده طلعت انتوا حالا ما فيكم اللي هم على البورده ارقامهم ايه، سي 308 سي 310. واجيب لك الرقمين دول لما اقلب او نقلب مع بعض، نسمي لو قلبنا مع بعض. اصل الفيرت اهي، ده سي 308 هغيره، وال 445 ده هغيره، وال 310 ده هغير. انا هغير 310 وال 400 اللي جنبيه وال 308، وهرجع هنا 303 هغيره اللي هو تحت هنا ده. يبقى انا هغير 4 مكثفات دولت من غير ما يقيس، من غير ما اشتغل الاول، هغيرهم حال وارجع اوريك الخط بتاع الفيرت الابيض اللي في الجنب ده هتلاقيه اختفى نهائي من غير اي سات. خليك معايا. المكثف اللي جوه هنا يا جماعه باين على بورده سي 320، هغيره مكثف 150 زي ده، هغير هو واللي ورا اليمين التاني ده كمان. خليكم معايا. المكثف التاني اللي بانه 150 برضو اهو 308 هركبه، خليك معايا. المكثف التاني يا جماعه باين على البورده اهو 449. اللي فكيته القديم لقيته 470 16 فولت، هحط مكانه 470 25 او 35 الاتنين واحد. خليكم معايا. اللي هو السي 310 برضو قيمته 470 مايكرو فراد 35 فولت، هغيره برضو ونشوف الصورة عملت ايه. خليك معايا كده يا جماعة. الجهاز اشتغل، واول عطل معانا اللي هو كان فيه خط في الجنب ده خلص. هنروح بقى للعطل التاني بتاع الصوت المنخفض اللي بيعلى بعد ساعة او حاجة زي كده. خليك معايا. دي المكثفات اللي انت هتحتاجها في العطل بتاع الخط الابيض اللي هو كان موجود في الشاشة الاول معايا. 2 470 و 2 100 ميكرو. كده اول عطل خلص. نرجع بقى للعطل التاني. كده يا جماعة الجهاز شغال معايا، لكن الصوت واطي جدا زي ما احنا شايفين. هحاول اوضح لك اكتر. الجهاز شغال على الصورة ظبطت، ما عادش في خطوط ايه بيضة في الجنب، لكن الصوت واطي جدا. هوريك القطعة المعينة اللي احنا هنشيلها نلغيها من الجهاز عشان الصوت يعلى تاني. خليك معايا حالا نرجع مع بعض ثواني. دي البوردة بتاعتنا يا جماعة، رجعنا لها تاني ايه. ده الصوت اهي، في ترانزستور هنا اهو بتاع حماية. نحاول نقرب له. اهو يا جماعة.
جماعة. هصور لك صورة حالا عشان تبقى الصورة أثبت من كده، وهحطها لك على الصورة من فوق. الترانزستور ده اللي هو مكتوب عليه جنبيه R605 هشيله خلاص، هلغيه وارجع اجرب الصوت ونشوف النتيجة ايه. خليك معايا كده يا جماعة. رجعنا بعد ما خلصنا شلنا الترانزستور اللي لغيناه جاهز، وان شاء الله صوته بقى ايه، بقى عالي قوي. وعايزين نوطي كمان، عايزين نوطي. كده يا جماعة احنا عطلنا في الجهاز خلص والحمد لله عدى على خير. عمل فيرت. فهي كمان بتحب السينما زي احنا شايفين اهو. على افلام. نقفل بقى جهازنا ونجيب الوضع النهائي، ويبقى كده الحمد لله العيب بتاعنا ايه خلص النهارده. خليكم معايا كده يا جماعه. خلاص احنا العطل كان عندنا خلص. انا شايفه ان الراجل اساسي كان صوت وان شاء الله رجع تاني. يبقى احنا شايفين الاطفال لما ده يحصل قدام عينيه بس الستات ايه ما يعرفوش يكذبوا. الله ينور عليك، الستات ما يعرفوش. وكان عندنا خط في الصوره عالجناه برضه، وجد رجع ما شاء الله صورته 100 100. خليكم معانا في اعطال جديده وان شاء الله نفيدكم ورأينا نافع لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده يا جماعه الشغل النهائي لشغلنا بعد ما خلصنا صيانه الجهاز الحمد لله. صوت وصوره. جهاز توشيبا 200 الموديل بتاعه زي ما احنا شايفين اهو. الشرح النهارده على الموديل ده مش على حاجه ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.